بعد تأكيد الفوز بثلاثية على النادي الأهلي المنسحب، الزمالك يفوز برباعية على سموحة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر بأداء رجولي وكل ثقة وتصميم من لاعبي نادي الزمالك على الفوز باللقاء. عايز اقول لكم طوال المباراة انا كنت واثق ان نادي الزمالك هيكسب وهيعدي من فريق سموحة، وده بسبب انسحاب النادي الأهلي. النادي الأهلي لما انسحب ادى الزمالك فرصه ان هو يريح اللعيبه وما يبقاش مضغوط، ويكون في كمان اصابات لبعض اللاعبين، وده بان جدا في اللقاء النهارده ان الزمالك كان هادي وقدر يسيطر وضيعنا كتير وقدرنا نكسب اللقاء بكل سهوله. طبعا بعد ما سموحه تقدم بهدفين وتغييره مصطفى شلبي اللي كان تاثيرها ايجابي جدا على الفريق، قدر مصطفى شلبي يعمل اوفر وقدر لاعب سموحه يجيب الهدف في مرماه، وبعدها بنتائج يجيب هدف عالمي. مفيش اجمل ولا اروع من كده، تسديده من حوالي اكتر من 30 يارده، جون مفيش بعد كده. هدف بيأكد قد ايه ان بنتائج لعيب كبير ومهم جدا انه يبقى موجود الفتره الجايه مع نادي الزمالك. اما الهدف الرابع احرزه مصطفى شلبي بطريقه مفيش بعد كده، واسيست عالمي من احمد سيد زيزو. وعايز اقول لمصطفى شلبي شكرا، مش شكرا على اهدافه بس، انا ياما انتقدتك بس بقول لك شكرا على طريقه احتفالك لتيشيرت نادي الزمالك كبير مصر وافريقيا كلها. فوز مهم بيقربنا اكتر من بطوله. عندنا في دور قبل النهائي سيراميكا اللي قدر يكسب الجونه 3-1. سيراميكا مع علي ماهر ما اتغلبش، وعلي ماهر بيعرف يلاعب نادي الزمالك. عندنا اللقاء بعد التوقف الدولي، يكون بسيرو حضر لاعبين كويس جدا في بطوله كاس العاصمه عشان نقدر نستفيد بيها قدام سيراميكا لما نقابلها في الدور قبل النهائي. كل الدعم والتوفيق لبسيرو والنادي الزمالك واللعيبه الرجاله. شكرا.